السلام عليكم يا شباب. في محاضرتنا النهاردة هنتكلم عن دوال البحث، ومن أهم دوال البحث أو الدالة اللي أنت هتسمعها كتير وأنت رايح انترفيو أو عاملة مشكلة لناس كتير كمان، هي دالة ال V أو ال H lookup. دالة ال V أو ال H تقدر تستخدمها كذا استخدام، بس تعالى الأول نشرح معنى الدالة. قبل ما أشرح الدالة أنا هنا عندي مشكلة، بس الأول أنا هنا عندي الأوامر مطفية، أو لما أدوس على أي أمر وأرجع أدوس هنا تاني على الشاشة الأمر هيطفي. طيب أحلها إزاي؟ هبدأ أروح هنا هقول له هنا show tabs and commands، هدوس عليها هيرجع تاني الموضوع طبيعي. طيب أنا هنا ليه الأول هستخدم دالة ال V؟ أنا الداتا قدامي بشكل عمودي، يعني V ترمز ل vertical، الداتا قدامك هنا بشكل عمودي، كل عمود ليه عنوان معين. طيب قبل ما اشتغل على الدالة أنا عايز الأول في الكود، عايز أدور بدلالة الكود، يبقى هنا في الكود بدل ما أكتب 1 وامسح اكتب 2، لا انا عايز اختار من تشوز، انا عايز اعمل ليست عشان اختار منها. طيب قبل ما تعمل الليست اتاكد ان انت واقف في المكان اللي عايز تعمل فيه الليست، مش في اي مكان في الشيت. هروح على كده على داتا فاليديشن. في ناس هتشوف داتا فاليديشن باللوجو والكلمه، وفي ناس بس هيظهر لها اللوجو. الفرق معاك هيبقى في الفيرجن بتاعك مش اكتر. هدوس على داتا فاليديشن الالاو، هنا هختار ليست. هيقول لي عايز السورس تسحب منين، انا هسحب الكود من هنا. اوكي، هنزل الاقي ان بقى عندي هنا تشوز او ليست واختار الكود وليكن رقم 2. طيب انا عايز لما اكتب له 2 او اختار له 2 يطلع لي السعر ويطلع لي البرودكت او ايه المنتج. عايز لما ادوس او اختار اي رقم من هنا يجيب لي البرايس اللي فوق ويجيب لي نوع البرودكت اللي فوق. هبدأ اقف هنا واكتب equal v lookup. طيب يقول لي اول حاجه في السنتكس تحت اللوك اب فاليو، هو انت عايز تدور بدلاله ايه؟ الحته دي مهمه قوي. دلاله ايه يعني؟ عايز الحاجه اللي لما بتتغير ابدا اغير لك عليها النتائج. والله انا عايز ادور بدلاله الكود، هدوس على الكود. طيب فاصله تيبل اري، فين التيبل بتاعك او فين الداتابيز اللي هتسحب منها الداتا؟ هبدا اعلم على التيبل بتاعي، ولاحظ ان انا ما اخدتش العنوان فوق. هدوس فاصله كولوم اندكس نمبر. طيب يعني ايه كولوم اندكس نمبر؟ يعني الاجابه اللي انت عايزها دي موجوده في عمود رقم كام. طيب انا هنا عايز ايه؟ انا هنا عايز البرايس. البرايس هنا موجود في عمود رقم 3. طيب ليه قلت 3 ما قلتش 1؟ لان انا شغال A B C، انا شغال هنا من اتجاهي من الشمال، يعني انا شغال انجلش فاتجاهي من الشمال، فببدا اعد 1 في الكود، 2 برودكت، والبرايس رقم 3 فهكتب له رقم 3. فاصلة. آخر حاجة بيقول لي تحب الإكسل إن هو يعمل أبروكسيميت يقرب، ولا تحب يطلع الإجابة زي ما أنت عايزها أو زي ما هي موجودة؟ لأ أنا عايزها فولس زي ما أنا عايزها. تاب انتر هيطلع لك 3500، وفعلا الكود رقم 2 سعره 3500. طيب هتعيد نفس الكلام تاني equal v lookup lookup value، بدور برضو بدلالة الكود. فاصلة table array هياخد التيبل بتاعي. فاصلة كولوم اندكس نمبر، الإجابة بتاعتك موجودة في عمود رقم كام؟ طيب البرودكت موجود في عمود رقم 2، هكتب له هنا 2، وعايز exact match انتر هيطلع لي الدل كود رقم 2 دل 3500. طيب لو غيرت هنا الكود رقم 5 هيقول لي ب5400 ونوعه أسر. طيب كده أنا خلصت ال VLOOKUP. تعالى نكمل وتعالى نشوف دالة ال HLOOKUP. طيب ال H لوك اب الأول ترمز لإيه؟ ال H ترمز لهوريزونتال، الداتا عندك جاية لك هوريزونتالي، يعني الداتا عندك جاية لك بالعرض بالمنظر ده. طيب الداتا عندي هنا بالعرض على اختلاف داتا عندي هنا بالطول، كنت هنا V وهنا هستخدم ال H. قبل ما استخدم الدالة هعمل الأول ليست بالكود، هقف في المكان اللي أنا عايز أعمل فيه الليست أو داتا فاليديشن. هختار ليست، السورس بتاعي هختار أي سورس، بس أنا هختار السورس ده وأدوس أوكي.
كود رقم مثلا 4. طيب أنا عايز أعمل برايس، هقول له يساوي المرة دي hlookup. هتلاحظ إن ال H هي بالظبط نفس السنتكس موجود في ال V، ولكن اختلاف حاجات صغيرة قوي. السنتكس كده هو، ولكن أنا هختار بشكل تاني. اللوك اب فاليو بدور بدلالة ايه؟ لا، أنا بدور بدلالة الكود. هختار على الكود فاصلة تيبل اري، هختار له التيبل بتاعي، وبرده مش هاخد معايا العنوان، فاصلة رو اندكس نمبر. هنا بيقول لك بقى الصف اللي فيه الإجابة رقمه كام. طيب أنا بدور على البرايس، فالصف بتاع البرايس من التيبل بتاعي 1 2 3، هكتب له 3 فاصلة. أنا عايز الإجابة exact match، طلع لي 6200. هعيدها تاني equal hlookup، بدور برضو بدلالة الكود فاصلة table array، هختار التيبل بتاعي فاصلة الصف رقم كام. البرودكت هنا موجود في صف رقم 2 exact match enter سامسونج 6200. طب لو غيرت هنا وخليتها مثلا رقم 1 هيقول لي HP ب4000. طيب كده أنا خلصت ال hlookup. تعالى بس نشوف دالة كده صغيرة مش مستخدمة، وهي دالة بسيطة جدا، الفورمولا تكست. طب بتعمل ايه الفورمولا تكست؟ يساوي فورمولا تكست. بيقول لك هنا الدالة ايه الريفرنس بتاعك. طيب الدالة دي بتوري لك الدالة اللي انت عايزها بس مكتوبة. طب يعني ايه برضو الكلام ده؟ هبدأ اروح مثلا على المكان هنا البرايس، انا كنت عامل فيه الفي لوك اب، هدوس عليه وادوس انتر، هيكتب لك الدالة نفس اللي كان موجود في سنتكس وانت بتختاره، هيكتب لك الدالة، ولكن المرة دي هينزلها لك في شيت الاكسل. طيب انا كده خلصت الجزء الاول من دوال البحث، وهنتكلم بعد كده عن دالة تانية، لان الفي لوك اب هكتشف ان فيها مشاكل. دلوقتي احنا هنطبق تطبيق عملي على دالة الفي عشان نعرف نقدر نستخدمها ازاي. كده الاول شرحناها، دلوقتي هنستخدمها تطبيق عملي. اللي قدامي ده داتا صغيرة عن الموظفين. انا هنا شغال في وظيفة مثلا HR، عندي الاي دي، النيم، الايدج، والديبارتمنت اللي الموظف ده شغال فيه. طيب عايز لما الموظف مثلا او اي حد يطلب مني بيان، هكتب الكود بتاعه هيبدأ يظهر لي بقية بياناته. الداتا عندي هنا بشكل عمودي، فهقدر ان انا استخدم دالة الفي لوك اب. طيب الاول انا رحت عملت ليست، هقف هنا وهدوس له داتا فاليديشن ليست. السورس بتاعي انا هسحب السورس بتاعي الاي دي، فهبدأ اعلم على كل الاي دي من هنا لحد تحت. طيب هختار له هنا اي اي دي، وهبدأ ان انا استخدم دالة الفي لوك اب. دالة الفي لوك اب عايز في اول حاجة عندي الايدج، هقول له يساوي في لوك اب. لوك اب فاليو بتدور بدلالة ايه؟ انا بدور بدلالة الاي دي. بس هنا تاخد بالك انك مش عارف تختار الاي دي اللي انت كتبته او اللي انت مختاره. طب اعملها ازاي؟ ممكن ان انت تدوس هنا مثلا وتنزل تحت، او يعني في اي مكان بقى هنا وتطلع فوق، او تعمل حاجة تانية. تعالى مثلا نشوف الخلية اللي مكتوب فيها الاي دي خلية رقم كام. انا هنا واقف في الجي، فهي هنا في الجي، ولو مشيت كده بعيني فهي جي 44. انا ممكن هنا اكتب له من الكيبورد جي 44، هو هيقرا مكان الدالة، هو هنا هيقرا المكان اللي فيه الاي دي. هدوس فاصلة تيبل اري، هبدأ ان انا اختار من التيبل بتاعي، طبعا مش باخد معايا العنوان، فاصلة الكولوم اندكس نمبر. هو انت بتدور على الايدج موجود في عمود رقم 3، فهكتب له 3 فاصلة. بيقول لي انت عايز النتيجة بتاعتك true ولا false. هبدأ ان انا اقول له false، لا انا عايزك تجيب لي زي ما انا عايز، وادوس انتر. هطلع لي 25. هل فعلا 104 ب25؟ اه 104 ب25.
طيب الداتا عندي هنا بشكل كبير، الداتا عندي هنا كبيرة، فالفي لوك اب شغالة فيها تمام، مفيش أي مشكلة. بس أنا مش كل شوية عايز أعمل الدالة، يعني كل شوية هفضل أطلع وأنزل، لأ أنا عايز لما أسحب الدالة تشتغل معايا، ولكن هضطر بس أغير عمود الإجابة. يعني الديبارتمنت موجود في عمود رقم 4، فهبدأ إن أنا بس أغير بدل 3 أخليها 4. طب أعمل كده إزاي؟ هعمل الدالة هي ولكن الاختلافات البسيطة. هقول له equal VLOOKUP، اللوك اب فاليو هختار اللوك اب فاليو بتاعي. طيب اللوك اب فاليو ده هيتغير، هل المكان اللي أنا بغير منه الكود هيتغير؟ لأ. هبدأ أدوس له F4، أنا ثبتها. طيب فاصلة تيبل اري، ايه التيبل بتاعك؟ هعلم على التيبل. هل برضو مكان التيبل ده هيتغير معايا؟ لا، انا هفضل اسحب من نفس الريفرنس، فادوس له F4 فاصلة كولم اندكس نمبر. هو الايدج هنا موجود في عمود رقم 3، وهقول له فولس انتر، هيقول لي 25. طيب لو جيت سحبت كده هيبدأ يكرر لي ال 25. السبب هنا في ايه؟ السبب ان هو هنا برضو الكولوم اندكس نمبر 3، لا انا عايز اخليها الديبارتمنت هيبقى 4. طيب النيم، والله انا عايز اخلي النيم هيبقى 2. المشكلة هنا ان انا كتبت الاتنين في التيبل اري فعطالي فاليو. لا انا لازم اخد بالي بعد كده ان انا وانا بكتب ابقى عامل فاصلة، فانا في مكان تاني. انا هنا مش في التيبل اري، انا هنا في الكولوم اندكس نمبر. هدوس فاصلة، هكتب له 2 وادوس انتر، هيطلع لي احمد هشام. وهنا لو جيت غيرت الاي دي وقلت مثلا هختار الاي دي 140، هيقول لك 31 سنة، في شغال في ديبارتمنت رقم بي واسمها أميرة أحمد. طيب الفي، لو عايز مثلا أعمل نفس الكلام ده برضو للفي، ولكن عايز أدور بدلالة النيم. يعني إيه؟ يعني عايز لما أختار له الاسم يجيب لي الإيدج والديبارتمنت والأي دي. هنا بقى هتبدأ تظهر عندك المشكلة. دالة الفي لوك اب عشان تدور بدلالة شيء لازم يكون هو أول حاجة موجودة، لازم يكون أول حاجة موجودة. يعني أنا هنا كنت بدور بدلالة الأي دي، فهو أول حاجة في التيبل بتاعي. طب هنا لو عايز أدور بدلالة النيم، لا مش هينفع أستخدم الفي لوك اب، لأن هنا هيبقى النيم بعد الأي دي. النيم هيبقى بعد الاي دي، لازم اي حاجه بدور بدلالتها يبقى الداتا اللي انا عايزها موجوده بعديها، تبقى موجوده في اول عمود. طيب المشكلة دي عشان أحلها هعمل إيه؟ لأ هبدأ أستخدم دالة تانية، وهي دالة الديجيت. ديجيت دالة بسيطة وبتحل مشاكل الفي لوك أب وأسهل بكتير جدا. طيب أنا هنا المرة دي عايز أسرش بدلالة النيم، وليكن مثلا أحمد محمد. هبدأ أقف هنا وأدوس له يساوي، هقول له ديجيت، هيقول لي في الأول الداتابيز. هناك كان بيقول لي حاجه اسمها تيبل اري، هنا بيقول لي ايه الداتابيز بتاعتك. طيب هبدا اعلم على الداتابيز، ولكن خد بالك ان انا هنا اخترت العنوان بتاع العمود. انا قلت اخدت معايا الاي دي والنيم والايدج والديبارتمنت. طيب تاني حاجه فاصله، هيقول لي الفيلد. يعني ايه الفيلد؟ انت بتدور على ايه؟ انت عايز ايه؟ او عايز العمود بتاع ايه؟ طيب انا عايز هنا الايدج، فانا عايزك تختار لي من الايدج. هتدوس له على كلمة الايدج، ولكن خلي بالك اختار الكلمة من هنا مش من هنا، وهقول لك ليه بعدين. فاصلة الكريتيريا، هو انت بتدور بدلالة ايه؟ يعني ايه لما بيتغير الداتا بتاعتك بتتغير؟ والله انا بدور بدلالة الكريتيريا بتاعتي هتبقى النيم، ولكن خلي بالك انا هقول له النيم وهختار المكان اللي كمان فيه الاسم. يبقى انا اخترت حاجتين عشان التركة دي بتفلت او في ناس كتير بتغلط فيها. لا، الكريتيريا بتاعتي مش هيبقى اختيار واحد. انا هقول له انا عايز النيم، والنيم ده موجود عندك تحت، وهدوس انتر، هيبدأ يطلع لي 36. ولكن خد بالك
لو انت سحبت 36 دي هيطلع لك مشكلة. طب ليه مشكلة؟ لان انت عندك هنا ما ثبتناش خالص، انت عندك هنا مشكلة تثبيت. طيب هعملها ازاي؟ هبدأ اعمل هنا ديليت وارجع للمعادلة الاصلية. انت هنا الداتابيس بتاعتك مش هتتغير، فهتبدأ ان انت تثبتها. علم عليها كده، او ممكن تعمل دالة تاني علم عليها كده ودوس F4. الداتابيس مش هتتغير. طيب المكان اللي بتجيب منه النيم او اللي بتدور بدلالة عليه النيم اللي هو الكريتيريا هيتغير؟ لا برضو مش هيتغير، فهبدأ ان انا اثبته F4. الفيلد اتثبتت معايا بالخطأ، ولكن هنا هل انا محتاج اثبت الفيلد ولا لا؟ هنا بقى السؤال، انا ليه قلت لك اختار الايدج من هنا مش من هنا؟ عشان لما تيجي تسحب الدالة يبدأ ان هو يغير، بدل ما هنا بيسحب الايدج يروح يسحب الديبارتمنت، يروح يسحب الاي دي. انا لو ثبت هنا الايدج زي ما حصل ودوست انتر هبدأ اسحب الدالة هيطلع لي 36 برضو. لا، انا عايز اسيب الايدج او عايز اسيب الفيلد بتاعتي متحررة. طيب الغي منين التثبيت؟ هبدأ اعلم عليها وادوس F4 مرة 2 3 مفيش دولار ساين وهدوس انتر. هبدأ المرة دي ان انا اسحب. اشتغلت معايا دالة ديجيت. طيب تعالى نعيدها تاني سريعا. يساوي ديجيت داتابيس بتاعتك F4 فاصلة بتدور على ايه؟ بدور على الايدج وهسيبه هنا متحرر. فاصلة ايه الكريتيريا بتاعتي؟ هبدأ اعلم على النيم والمكان اللي فيه النيم وهدوس له F4. دوس انتر. كده احنا خلصنا دوال البحث، وانا من رأيي ان دالة ديجيت اسهل بكتير وكمان بتحل جميع مشاكل الفي لوك اب.